السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات عاملين ايه؟ كلنا كما متعودين اول ما نبتدي بنصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اهلا بكم في مطبخ بيتي واكلاتي. انا جايه لكم النهارده بوصفه جديده، وصفه البيتزا. بس البيتزا المره دي بحشوه الرنجه. هتستغربوا لكن هي طعمها جميل جدا وهتبقى حلوه، وخصوصا لما تكون الرنجه معموله ب معموله سلطه الرنجه خفيفه وما فيهاش ملوحه ولا حده ولا اي حاجه. انا دلوقتي هجيب لكم هنعمل الاول مكونات العجينه، وبعد كده اقول لكم على وصفه الحشوه. اللي ما شافش قناتي يشوفها ويشاهدها، وفعلوا لي الجرس وادوا لي لايك وسبسكرايب. وبسم الله الرحمن الرحيم نبتدي على طول على الوصفه. ده كيلو دقيق، وهنا ده شرش اللبن بيبقى بيدي نتيجة حلوة خالص زيه زي الزبادي والحليب وكده. بس المعجنات جميلة جدا، بيطلع العجينة فيها طراوة وبتبقى ممتازة وطرية وحلوة. وهنا معلقتين سكر وكيس خميرة غير ملح، ودول معلقتين خل عشان تفتح العجينة وتخليها حلوة وجميلة. وفي هعمل شوية زيت، ودي كوبايه صغيره خالص من الزيت بتتحط على العجينه. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كيلو دقيق، هنعمل ايه؟ هنحط عليه رشه الملح، ودلوقتي حطيت عليها رشه الملح ومعلقه البيكنج بودر، ودي الخميره على السكر. وهنحط عليها شويه من الشرش كده علشان تدوب. لما تقوم وتتفاعل وتخمر هضيفها على الدقيق. نسيب الخميره لحد ما تختمر وتقوم. ودلوقتي هنحط الشرش على قد ما تاخد العجينه، واقلب كده لحد ما اكتفي وتلم العجينه معايا. اهي يا بنات فضلت اعجن فيها، انا لسه ما ضفتش الخميره، كانت الخميره بتقوم. ادي الخميره اهي، هحط الخميره كلها وعليها معلقتين الخل اهي، والزيت، وهدع اعجن لحد ما تتجانس. انا هعجنها وارجع لكم تاني. عجنتها كويس قوي قوي قوي. على فكره الدقيق مش كل نوع دقيق زي بعضه. لقيت الدقيقه مني محتاجه شويه دقيق عشان الرايب زيت شويه. حطيت بتاع نص كيلو، يعني كده ده كيلو ونص، هيعمل له بتاع حوالي 4-5 صواني كبار خالص. فهي اهي عجنتها ولميتها لحد ما ايديا سابت من العجين، والطبق والبوله نضيفه خالص. هغطيها اهي، هغطيها كده شويه لحد ما تختمر كده. بعد كده نشوف هنعمل ايه. ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ بعمل ايه بعد ما حطينا العجينه ترتاح لحد ما تختمر عجينه البيتزا؟ كنت عاملاها معاكم في وصفه قبل كده في قناتي، هتلاقوها سلطه الرنجه ان شاء الله. فهي جميله جدا وبارده ومش حادقه خالص. حاطه لها انا بصل وطماطم وفلفل وطحينه وخل وليمون، وجميله جدا، وتوم كده. وده موتزاريلا للبيتزا، ودي زيتون، وده توم علشان الصلصه اللي بتتعمل للعجينه اللي هي بتاعه البيتزا. والطماطم ديت اهي عاملاها لصلصه البيتزا. هاخدها دلوقتي واحطها على النار تنزل ميتها، وبعد كده اخلطها واصفيها واحط لها التوم دوت، واحط معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه سكر عشان الحموضه. وده الزيت اللي هعمل بيه الصلصه ديت، اللي هي عباره عن الفرشه بتاعه البيتزا. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هتبقى احلى بيتزا الرنجه. واستنوا معايا وارجع لكم تاني بعد شويه. اهو يا بنات انا بسيب الطماطم بدل ما اقعد اعصر فيها واحطها في الخلاط وارجع اصفيها وبعدين اغليها على النار، لا انا هعملها زي طريقه الكاتشب كده، اخليها تدلي ميتها، تصفي ميتها خالص، تغلي من غير ما اي ميه ولا حاجه، مش هحط ميه ولا اي حاجه، هي هتنزل ميتها. وبعدين اضربها في الخلاط واصفيها وارجع اعمل لها الثوم والبهارات بتاعه السكر والملح والفلفل الاسود. وكده بقت الفرشه بتاعت البيتزا ان شاء الله. ارجع لكم طماطم على النار وصفيتها من البذر والقشر. ودلوقتي هحط الزيت على النار. حطيت الزيت على النار وهضيف لها التومه، قلب التومه تصفر بسيط دوبك تموت بس كده.
وبعد كده اضيف لها الطماطم والبهارات اهو. اضيف عليها الصلصه لحد ما تغلي، اضيف لها البهارات، السكر والفلفل والملح. عشان الحموضه حطيت السكر والملح والفلفل الاسود. اول ما تتقل كده والزيت يبقى على الوش وتبقى تقيله ومسبكه هرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات. اهي ما شاء الله رفعت معايا. خلص بس الكيس من العجين اهو بقى، خفضها كده من الرفع بتاعها. اخدها كده على الكونتر. بسم الله ما شاء الله ارتفعت. اهي احاول اعملها كده. انا هعمل صينيه كبيره واللي اتبقى منها اشوف هتطلع كام صينيه بعد كده، بس صينيه كبيره وبقيت الصواني صغيره عشان عندي صينيه كبيره واحده بس اللي تدخل الفرن. هقطع كده وهكورها اهي. اهي خلي دي صينيه كبيره هقطع منها. هقطعها كده تشوف هتطلع كام صينيه. انا عاملاها بتاع كيلو ونص زي ما قلت لكم في البدايه. حط كده هتعمل 3 متوسطين وواحده هنا كبيره اهي افردها اهي. احط كده دي على الكونتر واقفل بيها بالنشابه. السمك اللي هو لا تقيله كده، لا هي تخينه ولا هي رفيعه. افضل افرد فيها لحد ما تفرد. يا بنات بفضل افرد فيها ترفع تاني لما بتسيبيها. اجيبها بالعرض كده وافردها برضو. معلش بتاخد وقت شويه عشان اظبطها، بس عشان العيش لا هي تخينه ولا رفيعه تبقى مظبطه. ان عجينه البيتزا مش عيش، عباره عن عامله زي الفطيره الخفيفه كده، فانا مش عايزاها عيش فمش هخليها تخينه، خليها متوسطه كده اهي. بفرد فيها كده اهو. شايفين سمكها اهي، لا هي تخينه ولا رفيعه، كلها سوا بعضيها. انا هحطها على الصينيه وارجع لكم. اهي الصينيه يا بنات اهي فردتها. نعملها بالشوكه كده قبل ما احط عليها الصلصه عشان لما ترفع ما تعلاش. ان انا قلت لكم البيتزا ما بتبقاش زي العيش. اهي يا بنات بعد ما خرمتها بالشوكه احط لها الصلصه بتاعتها. احط لها الصلصه بتاعتها اللي انا عاملاها اهو. اقعد هنا كلها بس احاول ما يجيش عند الطروف عشان ما تتحرقش. احطها في النص كده اهو يا بنات. ادينا بنحط الرنجه. انا والله بنسى واقول تونه من حلاوتها لانها عامله زي التونه، ما تحسيش خالص انها رنجه ولا فيها حدقان ولا فيها اي حاجه، لان متضاف لها طحينه وليمون وتوم واسمه ايه ده خضار اللي هو طماطم وبصل وفلفل. فجميله جدا وخليها طبعا من العظم والشوك والحاجات دي. فمنتهى الجمال والحلاوه مع الفطيره، بتدي طعامه وحلاوه بطريقه فظيعه، احلى من التونه واحلى من اللحمه المفرومه واحلى من اي بوتنج بتحطوها لها اهي. بعد كده بنحط
كده هنجيب ان شاء الله الزيتون والجبنه والموتزاريلا. احط شويه فلفل كده عشان نلون اهو. طماطم انا حايشه السوائل منها البذر عشان ما تبوظليش العجينه، واضغط عليها كده عشان تتحمر تاخد اسطمبة معاها، واحط الزيتون قطع الجبنه الموتزاريلا. انا لو حطيت يا بنات في ملحوظه، لو حطيت الجبنه الموتزاريلا دلوقتي هتنشف وهتسيح وهتبقى عامله زي القشطه على الوش المحروقه كده. انا بدخلها الفرن وقرب ما بتطلع تستوي والاطراف بحس انها قربت خلاص استوت كده، بروح حاطه الموتزاريلا وادخلها تاني. وده سر ان تلاقي الجبنه بتمرط معاكي في الفطيره في البيتزايه، انك انت بتحطهاش من بدايه الدخول الصينيه للفرن، لا حطيها قبل ما تطلعيها ب5 دقايق هتلاقيها تمط معاكي وتعمل منظر جميل. احنا نسيبها ترتاح شويه ونسخن الفرن ونوريكم المنظر النهائي للبيتزا دي والاشكال التانيه. 3 4 اهو يا بنات، اهو ما شاء الله ال4 ثواني اهو جمال جدا زي ما قلت لكم. بيتزا الرنجه بصوا جمالها، بصوا حلاوه، بصوا طريه ما شاء الله مرتفعه، بصوا اهي. ادي الصينيه الرابعه اهي، بسم الله ما شاء الله، بالف هنا، جربوها مش هتندموا. احلى جميله، احلى من المدونه واللحمه المفرومه وحلوه وان شاء الله بخير. وعملت واحده باللحمه المفرومه اهي والف هنا وشفا عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب.